مشاهدينا السلام عليكم، أهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من الحدث الفضائية والبداية فيها من العراق. مرحبا بك سيادة المستشار. مرحبا بك، تحية للمشاهدين المستمعين لقناة الحدث. نعم، تحية لك سيد حسين. أطراف الأزمة في ليبيا يتفقون على بدء عملية سياسية وللاقتراب أكثر من المشهد السياسي في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد داوود رئيس تحرير وكالة تايمز عربي. مرحبا بك سيد محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. يشترك الآن في مؤتمر جدة وزراء خارجية 11 دولة لمناقشة السبل الكفيلة بمواجهة التنظيمات الإرهابية. ما هي التوصيات التي تتوقع أن يثمر عنها مثل هذا المؤتمر، وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر على الوضع الأمني في العراق؟ والآن مشاهدينا ينضم إلينا من استوديو الأخبار الأستاذ أحمد علي عطية المحلل السياسي. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا بك أستاذ أحمد. الآن ما يقرب من 50 عاما وفلسطين وغزة بالتحديد تتعرض لاعتداءات من قبل الجانب الصهيوني. كيف ترى برأيك إلى أي مدى يمكن أن يسهم إقرار الحكومة الجديدة في الحد من التوتر بين الطوائف العراقية بشكل عام وبين القوى السياسية بشكل خاص؟ إلى ذلك دعت 13 دولة فضلا عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى وقف عاجل وشامل لإطلاق النار وحوار سياسي في ليبيا، رافضين أي تدخل أجنبي في البلاد التي يمزقها الصراع. إلى أي مدى يمكن أن تسهم مثل هذه الخطوة في التعامل مع قضايا وأخطار هذه المنطقة؟ شوفي يا عزيزتي رانيا، مصر هذا قدرها. هي القلب من الأمة العربية. وأخيرا توافد الحشود على ساحة عدن للمطالبة بالانفصال، وأنصار الله يسيطرون على مدينة الحديدة الاستراتيجية على البحر الأحمر. ختام النشرة، دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.